أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة التلات 1/4/2025. وإليكم الأخبار. تعرف على غيابات الأهلي عن مباراة الهلال السوداني في دوري الأبطال غدا. يواصل فريق النادي الأهلي الاستعداد لخوض مباراته أمام الهلال السوداني غدا الثلاث في ربع نهائي دوري الأبطال، في مباراة صعبة على الفريق الأحمر. وتشهد المباراة غياب أكتر من لاعب، ما بين الإصابة مثل كريم فؤاد أو عدم الجاهزية الفنية مثل علي معلول وطاهر محمد طاهر. الأهلي يرتدي زيه التقليدي والهلال بالقميص الأزرق والشورت الأسود. عقد اليوم الاجتماعي الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بمقر الأهلي بالجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة التي ستقام اليوم الثلاث على استاد القاهرة الدولي. خلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد الوصول لاستاد القاهرة والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقم باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقما من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرمى طاقما من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود. داري وربيع الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني. اقترب الثنائي رامي ربيعة وأشرف داري لاعب النادي الأهلي من قيادة قلب دفاع الفريق الأحمر في مباراته أمام الهلال السوداني اليوم الثلاث ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. من جانبه أكد مارسيال كولر المدير الفني للأهلي أن الأهلي سيبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال، والتي ستجمع الفريقين اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. تفاصيل ميران الأهلي الأخير قبل مواجهة الهلال. اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولي، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني اليوم. وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري على قراءة الفاتحة في بداية الميران. وقاد مارسيال كولر المدير الفني ميرانا بدنيا وفنيا متنوعا شارك فيه اللاعبون، وشهد التركيز على تنفيذ بعض التعليمات المحددة. وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس ميرانا بدنيا وفنيا متنوعا شارك فيه ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. محمد هاني يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الهلال. استقر مارسيال كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة الهلال السوداني اليوم الثلاث ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. ويؤدي هاني بشكل جيد في الجبهة اليمنى، ويعد الخيار رقم واحد لدى كولر في الجبهة اليمنى، لذا ضمن التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي في لقاء اليوم. الأهلي يطلب الاستمرار في إجراءات استخدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز. صرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بأنه عقب الإعلان عن إلغاء نادي بيراميدز طلبه باستخدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم 12 إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول. ورد عبر البريد الإلكتروني للاتحاد المصري طلب النادي الأهلي بالاستمرار في إجراءات استخدام الحكام مع تحمله لتكاليف استخدامهم. وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وافق على طلب النادي الأهلي على اعتبار أن إجراءات استخدام الحكام قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين، خاصة مع تقديم تعهد من النادي الأهلي بتحمل التكاليف.